أخوكم المسلم ليل دورك بالسجن راح يروح بداهية. طيب ليش؟ لماذا أخونا المسلم ليل دورك راح يروح بداهية؟ بسبب جريمة القتل مقابل الأجر. نعم، هذه هي تهمته، بس ولكن يبقى أخونا المسلم، يعني لازم ندعي له. بداية، دورك ديريك بانكس، والمعروف بليل دورك، مواليد 19 أكتوبر 1992، يعني عمره ما يقارب 33 سنة أو 34، يعني أكبر من كيليان مبابي ب6 سنوات كاملات. ليل دورك مغني وكاتب أغاني بنفس الوقت، وهو من مواليد شيكاغو. بداية وصلنا لمربط الفرس. مغني راب اسمه ليل دورك ومن مواليد شيكاغو. بداية الإجرام. ليل دورك بداية حياته مأساوية. أبوه كان محكوم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب التجارة بالممنوعات وهاي الأمور. يعني أبوه بالسجن من لما كان عمر ليل دورك 7 أشهر، وأوضاعهم كانت صعبة، يعني كانوا فقراء. ولما صار عمر ليل دورك 15 سنة تقريبا، ليل دورك صار يفكر بأنه يدخل عالم الراب، وبسن 17 صار يفكر بجدية أكثر بعد ما صار أب بسن 17 سنة فقط. فلما صار يفكر بجدية أكثر إيش سوى؟ ترك المدرسة وانضم لعصابة. نعم، ترك المدرسة وانضم لعصابة شوارع في شيكاغو اسمها بلاك ديسايبلز. بعد ما انضم ليل دورك لهاي العصابة، بدأت الحياة تشرق أمام ليل دورك، وصار يقع بالمشاكل القانونية. وبعد ما دخل ليل دورك لهاي العصابة بفترة قصيرة بس، دخل السجن بتهمة السلاح. بعدها ليل دورك بدأ ينعرف في شيكاغو، وقرر انه يشكل مجموعة موسيقية وسماها Only the Family، واللي بالمختصر OTF. عصابة OTF هي عصابة، ولكن اطلقوا عليها اسم مجموعة موسيقية مدري ايش من اجل تمويه. هي عصابة الOTF، وهاي المجموعة رئيسها واللي شكلها ليل دورك، أسسها بعام 2010. وOTF كان فيها كثير من أصدقاء ليل دورك المقربين وأولاد عمه، كان فيها مثل كينج فون ودودي لو وOTF IK. وبعدها صارت تتغير الحياة مع ليل دورك، صار كل فترة يموت من أصدقائه وأقاربه اللي حواليه والناس اللي يحبهم، وكل فترة وفترة يدخل على السجن ويطلع بكفالة مالية 100 و200 ألف دولار و300 ألف دولار. يعني ليل دورك صار مستهدف لأنه عصابة الOTF صار عليها مشاكل كثير في شيكاغو، صاروا يتغدون ويتعشون مشاكل. يعني معاهم كينج فون. مين بدكم أكثر من كينج فون يحب المشاكل؟ يعني الOTF صاروا مستهدفين، وصاروا كل فترة وفترة يحاولون يقتلون واحد من أصدقاء ليل دورك أو من أقاربه. وب31 مايو من سنة 2014 انقتل مغني الراب ماك آرثر، واللي هو ابن عمه لليل دورك. بعدها بسنة بمارس 2015 انقتل OTF تشينو دولا، واللي هو صديق ليل دورك. وبعدها ب6 نوفمبر 2020 انقتل كينج فون، واللي هو أقرب صديق لليل دورك بOTF. بس ما وقف القتل عند كينج فون. آخر شي ومؤخرا وقبل كم يوم فقط انقتل بايزو انقتل قبل كم يوم فقط، يوم السبت اللي راح، اللي هو 25 أكتوبر. بايزو أيضا رابر من شيكاغو، وهو صديق ليل دورك كذلك. كان واقف بالشارع بشيكاغو وجم شخصين أطلقوا النار عليه وانقتل بمكانه، ولكن جاري التحقيق لحد الآن لأنه الجريمة ما صارها غير كم يوم، ولسه ما ألقوا القبض على الأشخاص الذين أطلقوا النار على بايزو. قبل هاي الأحداث أسلم أخوكم ليل دورك وقرر إنه يهتدي. هو قرر إنه يهتدي بس ولكن ما اهتدى. اسمعوا إيش سوى بعد ما دخل الإسلام. ليل دورك بعد ما دخل الإسلام قرر إنه يغير حياته خلص، وبعد عن المشاكل ويهتدي. يعني خلص الإنسان ما عاد بده يقتل حدا ولا يأذي حدا أبدا، خلص راح يلتهي بنفسه بس. وصار يقول بالأغاني إنه في الصباح أدعو لربي أن يسامحني على كل شيء سويته مدري إيش، بس ولكن اللي حواليه ما تركوه بحاله أبدا. وأولهم القريبين منه واللي هم من الOTF، لما قال إنه راح يغير حياته وخلص بعد عن المشاكل ومدري إيش، صاروا يقولوا له إنه أنت لازم تنتقم لكينج فون. يعني أنت قلت بالبداية إنك راح تنتقم لكينج فون، والآن تقول إنك راح تغير حياتك ومدري إيش. صاروا يستفزونه، إذا اللي حواليه ولا حتى الرابر مثل يونغ بوي و6ix9ine صاروا يغردون تغريدات مستفزة ويستفزونه بالأغاني ويسمعونه كلام. يا أخي الإنسان قرر يتغير ويغير حياته، خلص اتركوه بحاله. كينج فون صار له 4 أو 5 سنين ميت خلص، وليل دورك أسلم الرجال، ما عاد بده مشاكل. واللي ما يعرف كينج فون، يا ساتر هذا الإنسان سفاح، ما عنده مزح أبدا، ما ينمزح معاه. في رابر اسمه FBG داك هذا كان يتسوق
انقتل في عز النهار امام الملأ. بعد ما انقتل التهم اغلبها صارت تتوجه للاو تي اف. ليش؟ لانه كان بينهم مشاكل بالاغاني، كانوا يخصفون بعضهم بالاغاني. واف بي جي داك هذا مين قتله؟ قتلوا كينج فون وليل دورك. كينج فون قتله وطلع باغنيه صار يقول اعتذر لام داك، انا ما كنت بدي اقتله بس هو استفزني ما ادري ايش. كينج فون هذا مجنون، يعني يقتل الشخص بعدين يطالع اغنيه يشرح شلون قتل هذا الشخص، وبالفيديو كليب يشرح شلون تمت عمليه القتل. يعني الشيء اللي تشوفونه بفيديوهات اغاني كينج فون 90% حقيقي. يعني بالمختصر كينج فون ما ينمزح معه ابدا، لسته تتخطط ال10 اشخاص بس. ولكن ب 6 نوفمبر 2020 قتل كينج فون، قتل في اتلانتا وهو كان طالع من الملهى الليلي والعياذ بالله. بفيديو يونغ بوي جاني انسان راسه مدور كانه كرة قدم، يقول اللي قتل كينج فون ماله كواندوراندو، لا تقول اشياء من كيسك مدري ايش. انا شخصيا ما قلت اللي قتل كينج فون هو كواندوراندو، اللي اطلق النار على كينج فون هو لول تيم. كل شيء موجود اصلا، الفيديو موجود بالتفصيل شلون صارت المشكلة وكيف تم اطلاق النار على كينج فون. بس ما بدي اطالع هذا الفيديو. بالبداية صارت المشاجرة بين كينج فون وكواندوراندو، وهم كانوا صافين بكراج السيارات الخاص بالملهى الليلي في اتلانتا. انا قلت بفيديو يونغ بوي انه كواندوراندو متهم بقتل كينج فون، واصلا الاو تي اف حاقدين على كواندوراندو اكثر من لول تيم نفسه، وهذا هو السبب انه ليل دورك حاليا بالسجن وممكن يروح بداهية وممكن ينحكم مؤبد. بسبب مين؟ بسبب كواندوراندو. فبعد ما تعالغوا كواندوراندو وكينج فون نزل لول تيم من السيارة، ولول تيم هذا برضو شرير من الطراز الرفيع، وقال انه بطبيعته ما يحب اي حدا يزعج الاشخاص اللي يحبهم. نزل واطلق النار مباشرة بدون ما يعرف ايش القصة، اطلق النار مباشرة بس لانه كواندوراندو هو اللي عقام بالمشكلة، وبوقتها وبهاي المشكلة تصاوب 6 اشخاص كاملين. وحتى لول تيم نفسه تصاوب، انصاب برصاصتين، رصاصة جت برجله ورصاصة جت بمؤخرته، والله ما امزح، اتصاوب برصاصتين، رصاصة منهم جت برجله والرصاصة الثانية جت نعم بذلك المكان الحساس. ومن ال6 اشخاص هذول كان كينج فون واحد منهم وكان عايش. بعد ما تم اطلاق النار عليه كينج فون كان عايش بس، ولكن وهم بطريقهم الى المشفى كينج فون مات. اللي يضحك بالموضوع انه لما تم اطلاق النار على كينج فون كواندوراندو كان ماسك كينج فون، فالاو تي اف صاروا يقولون انه كواندوراندو كان يحاول يصرخ سلسلة كينج فون اللي هو الطوق الألماسي اللي لابسه كينج فون. فكواندوراندو طلع بمقابلة ايش يقول للمذيعة مين يتهموني بسرقة سلسال ماي براذر، يقول انه عم يتهموني اني كنت احاول اسرق سلسلة اخي كينج فون، ويقول مين انه على اساس نواياهم سيئة، يعني يقول انا فقط كنت احاول اني اساعده وانقذه. ولول تيم يقول انه انا لما اطلقت النار ما كنت اعرف انه هذا كينج فون فعلا، كان همي الوحيد فقط اني اساعد كواندوراندو واحميه. فالان بعد ما مات كينج فون من المسؤول ومن اللي لازم ينتقم لكينج فون؟ ليل دورك. وليل دورك يعني اخر فترة الرجال اهتدى وبدأ يسوي اعمال خيرية وما ادراك. اللي متابعين ويشوفون هاي الامور وامور الرابر يعرفون هذا الشيء بس. ولكن فجأة ب 24 اكتوبر سنة 2024 تم القبض على ليل دورك بتهمة القتل مقابل الاجر. سواها ليل دورك. دخلت فجأة على السوشيال ميديا يا ساتر، افراد الاو تي اف مولعين على الانستغرام وعلى التويتر، الامور مولعة. تقول الصحف انه تم القبض على ليل دورك وهو كان يحاول انه يهرب من البلاد. القصة انه كواندوراندو هو وابن عمه لول باب كانوا بلوس انجلوس، واخونا المسلم ليل دورك شاف انه هذا الوقت المناسب لحتى يقضي على كواندوراندو. فايش سوى؟ ارسل الاشخاص اللي متفق معاهم من الاو تي اف، هم كانوا 5 اشخاص ورا كواندوراندو مشان يقضون عليه. فركب الطيارة واحد منهم مجهول الهوية، والاربعة هم دياندري ويلسون وجونز وديفيد لينسي وهيستون. طبعا كل الامور مدروسه وكل الامور محسوبه. لما وصلوا لوس انجلوس التقوا بكايون جرانت هذا سافر بطياره خاصه لحاله مشان يظبط الامور للجماعه بلوس انجلوس. وفعلا لما وصل الجماعه جرانت كان مجهز امور الفندق والاوتيل اللي لازم ينزلون فيها الجماعه، وراح جهز لهم سيارتين وجهز لهم سلاح. والان خلص
بانتظار ساعة الصفر، بانتظار كواندو راندو. كواندو راندو وابن عمه لول باب كانوا راكبين سيارة كاديلاك سكاليد، وكانوا عم يتفتلون بلوس أنجلوس، شي مولات ألبسة وشي مطاعم وشي محلات مشروب، والجماعة عم يراقبونهم من بعيد لحد ما وقفوا بمحطة وقود، ودقت ساعة الصفر بوضح النهار وأمام الملأ. بدأوا بإطلاق النار، والعملية اللي نفذوها هذول الأشخاص كانت مهمة خطرة لأنه واقفين بمحطة وقود وعلى تقاطع يعني. فالخطر مو بس على كواندو راندو ولول باب، صار خطر على كثير من الناس. وبعد كل هاي التخطيطات اللي صارت وكل هاي الأمور، المحاولة باءت بالفشل وما قدروا يقتلون كواندو راندو. اللي انقتل بإطلاق النار هو ابن عم كواندو راندو لول باب. كواندو راندو لما شاف ابن عمه لول باب بالأرض وعم يموت انجن وما عاد يعرف ايش بده يسوي، صار بس يصارخ. المجرمين نفذوا المهمة وهربوا ورجعوا بطيارة إلى شيكاغو، ولكن تم القبض عليهم فيما بعد بشيكاغو. وبعد كل هالتخطيط وهالأمور اللي صارت، انقتل الشخص الخطأ وما انقتل الشخص المخطوط. وليلدورك كان مجهز مكافأة للشخص اللي يقضي على كواندو راندو. والمشكلة وين؟ المشكلة انه كواندو راندو وليلدورك كانوا اصحاب يعني، وحتى يونغ فوي وكينغ فون جميعهم كانوا اصحاب، بس ولكن شاءت الاقدار كانوا اصحاب بعدين صاروا احزاب ضد بعضهم. كواندو راندو ويونغ فوي من طرف، وكينغ فون وليلدورك من طرف. العملية هاي تم تنفيذها بالشهر الثامن من سنة 2022، وبعد ما قبضوا على المنفذين وبعد سنتين تقريبا من التحقيق تمت إدانة ليلدورك. ووصل خبر لليلدورك انه تمت إدانته وراح يتم القبض عليه، وليلدورك صار يجهز للهروب من البلاد، بس ولكن المحاولة باءت بالفشل. ب 24 أكتوبر من سنة 2024 تم القبض على ليلدورك، وبدأ التحقيق من أول وجديد. بعد ما تم إلقاء القبض على ليلدورك كان من المفترض أن تكون محاكمته ب 14/10/2025، يعني قبل أسبوعين تقريبا، بس ولكن كل ما قرب موعد محاكمة ليلدورك المحكمة تأجل الموضوع بسبب عدم اكتمال الأدلة. يعني عم يأجلون المحاكمة لأنه ما عم يلاقون الأدلة الكافية اللي تدين ليلدورك بالموضوع، وأجلوا موعد المحاكمة ليناير 2026. إذا تمت محاكمة ليلدورك وتمت إدانته خلص بيكون راح بخبر كان بينحكم مؤبد او على الاقل 100 سنة، بس ولكن ممكن انه يطلع برضه. واحد من الاسباب لعدم استعجال المحكمة بمحاكمة ليلدورك هو انه ليلدورك عم يسوي اعمال شقب داخل السجن، يعني ما انه قاعد عاجل. ليلدورك محصل ساعة داخل السجن لحتى يتواصل مع افراد الاو تي اف، وهو من داخل السجن عم يتحكم بامور خارج السجن. وبرضه ليلدورك عرض على المحكمة انه يطلع بكفالة مالية قيمتها 5 مليون دولار، بس ولكن المحاولة باءت بالفشل لأنه المحكمة رفضت الموضوع وقالوا له أنه يجب عليك الانتظار لحتى تتم محاكمتك. وبالنهاية إيش تشوفون وإيش رأيكم؟ وهل تتوقعون أنه ليلدورك راح يطلع ولا راح ينسجن مؤبد ويروح بخبر كان؟ راح نستنى من هنا لوقتها ونشوف إيش اللي راح يصير بمحاكمة ليلدورك. بس ولكن من وجهة نظري الشخصية اتوقع انه ليلدورك راح يطلع من السجن. ما ادري، هذا احساس وتوقع، هيك حاس، بس ولكن راح ننتظر المحاكمه ونشوف. الشيء اللي صعب القضيه وعقدها هو اول شيء انه صارت بلوس انجلوس، وثاني شيء انه بمحطه وقود، وثالث شيء انه بمكان عام. يعني لو كان صارت في شيكاغو مثلا متعودين على هاي الامور كانت القضيه راح تكون ابسط، لانه ليلدورك متعود يدخل السجن ويطلع بكفالات ماليه. بس ولكن هاي المره تختلف، هاي المره ممكن يكون فيها مؤبد. ليش؟ مشان ليلدورك يصير عبرة لغيره. بس ولكن يبقى توقعي انه ليلدورك راح يطلع من السجن. راح ننتظر ليناير 2026 ونشوف ايش اللي راح يصير.